أهلا بيكم يا أصحابي. أنا عارف إن كتير مننا بيمر بلحظات صعبة، لحظات بنحس فيها إننا تايهين ومش عارفين نعمل إيه. بس النهاردة هشارك معاكم خطوات بسيطة ممكن تساعدك تلاقي طريقك من تاني. أول حاجة لازم تعملها إنك تاخد نفس عميق. أيوة كده، شهيق، زفير. حس بجسمك وانت بتتنفس. الخطوة دي بسيطة بس مهمة جدا عشان تهدي أعصابك وتفكر بوضوح. تاني حاجة، خد ورقة وقلم واكتب كل اللي في بالك. مش مهم الترتيب ولا الشكل، المهم تطلع كل اللي جواك على الورق. دي طريقة ممتازة تساعدك تشوف أفكارك بوضوح وتنظمها. الخطوة الثالثة، قسم المشاكل اللي كتبتها لأجزاء صغيرة. زي ما بيقولوا الفيل نأكله لقمة لقمة. لما تقسم المشكلة الكبيرة لحتت صغيرة هتلاقي إنها أسهل بكتير في الحل. رابعاً، حط لنفسك أهداف صغيرة وواقعية. مش لازم تحل كل حاجة في يوم واحد. ابدأ بالأهداف البسيطة اللي تقدر تحققها، وكل هدف صغير بتحققه هيديك دفعة للي بعده. خامساً، متنساش تحتفل بإنجازاتك مهما كانت صغيرة. حققت هدف صغير، كافئ نفسك. الاحتفال بالنجاحات الصغيرة بيديك طاقة إيجابية تساعدك تكمل. سادساً، اطلب المساعدة لما تحتاجها. مفيش عيب في كده خالص. احنا كلنا بنحتاج مساعدة في وقت من الأوقات. كلم صديق، استشير حد بتثق فيه، أو حتى اتكلم مع متخصص. سابعاً، خليك نشيط. المشي، الجري، اليوجا، أي نشاط رياضي بسيط هيساعد جسمك يفرز هرمونات السعادة ويحسن مزاجك. تامناً، نظم وقتك. حط جدول بسيط لليوم، اكتب فيه الحاجات المهمة اللي عايز تعملها. التنظيم بيساعدك تحس إنك متحكم أكتر في حياتك. تاسعاً، أملى وقتك بالحاجات اللي بتحبها. اقرأ كتاب، اسمع موسيقى، ارسم، العب. أي هواية بتحبها هتساعدك تحس براحة نفسية أكبر. وأخيراً، افتكر إن الوقت الصعب ده هيعدي. زي ما بيقولوا مفيش حاجة بتدوم للأبد. خلي عندك أمل وثقة إن بكرة هيكون أحسن. أنا عارف إن الكلام ده ممكن يبان بسيط، بس صدقوني لما تطبقوه هتلاقوا فرق كبير. وافتكروا إن كلنا بنمر بأوقات صعبة. المهم إننا منستسلمش ونفضل نحاول. لو الفيديو ده فادك متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لناس تانية محتاجاه. وسيب تعليق تحت تقول فيه ايه اكتر خطوة ساعدتك. شكرا انكم شاركتوني وقتكم النهاردة. خلوا بالكم من نفسكم وافتكروا ان فيه دايما امل. هنتقابل في الفيديو الجاي. سلام.